مشروع العمر لتطوير الكره المصريه من اشهر المشاريع اللي فيفا بتعملها حاليا، هي ان هي بتحاول تطور الكوره في العالم كله، وده بيبدا من ان هم بيعملوا انظمه تطور الناشئين او تطلع المواهب اللي موجوده في البلد مع اتحاد الكوره. فارسن فينجر بما ان هو المسؤول الاكبر عن كل الموضوع ده، مضى عقد مع اتحاد الكوره عشان مصر تتحط على الخريطه في الموضوع ده بعيدا عن كلام ارسن فينجر في ان ازاي الارض المصريه هي ارض خصبه ومليانه مواهب، وادينا شفنا الموضوع ده في عمر مرموش وفي محمد صلاح. فمن الاخر ان الناس دي تبدا تخش في الموضوع ده، وان هم يبداوا يحطوا فلوس كمنظومه رياضيه زي الفيفا، اكيد هم شايفين احسن مننا. ومش بس الفيفا اللي باصين للكره المصريه ان هي لسه ارض خصبه ومليانه تطور، لان المستثمرين الكبار زي مستر ايمن عباس ان هو يحط فلوس الاستثمارات الرياضيه اللي زي دي، فهو اكيد مش هيروح يحط فلوس في حاجه هو عارف ان هي مش هتدخل له عائد. من الاخر كده يا جماعه، الكره المصريه مش هتتطور غير لو انا وانت واي حد بيحب الكره المصريه بجد وعايز يشوفها في احسن مكان اشتغلوا مع بعض. ده معناه ان الناس اللي فعلا نفسها تشوف الكره المصريه في اكبر مكان، حتى وهم عارفين ان الموضوع صعب وان الموضوع هياخد وقت وان الموضوع متعب، قرروا ان هم بسبب الباشن او الشغف بتاعهم ان هم يحاولوا للاخر لحد ما يعلوا الكره المصريه ويوصلوها لاكبر مكان. ففي رايي ده هو